وسع وسع وسع. الجمدان وصل. اللهم صل على النبي. والله العظيم انا ينفع ان انا افتح مطعم يا جماعه، وافتح فرن كمان فيه. لا، ومش اي فرن، فرن بلدي والله. بصوا بقى العظمه والجمال ده. شايفين العيش بتلم في ايدي ازاي؟ ده اسمه عند الفلاحين عيش المرزوع. عندكم بقى يعني في الفرن اللي هو زي الرغيف الابيض، اللي هو العيش الابيض الصغير ده، بس انا مكبره شويه بقى. هقول لكم بيتعمل ازاي. بصوا بقى، ده ما يعادل 2 كيلو دقيق. تمام. وسامحوني عشان انا بعجن على ارضيه المطبخ. على فكره والله كل حاجتي نظيفه، يعني ما تقلقوش. شويه ملح، يعني ما يعادل نص معلقه كبيره ملح. معانا بقى ايه؟ حته الخميره العاديه. ومعاها نص معلقه سكر، اللي هو بتاعت الشاي. لا عشان مكان. معانا ما يعادل كيلو لبن. تمام. وطبعا لو احتاجنا ميه هنزود. عشان مكان. لو احتاجنا ان يعني العجينه احتاجت ميه هنزود. تمام، مش كتير، احنا عايزين العجينه لابسه معانا. ومعانا كوبايه زيت عادي خالص، من بتاع التموين حتى، اي زيت عندك. كوبايه زيت. تمام. تمام. طبعا انا هعجن، لان انا مش هعرف اعجن وانا ماسكه التليفون. وهجيلكم العجينه هي ناشفه. كل ما نشفتي العجينه دي معاكي، وكل ما كسبتيها، عرفتي تبططيها، عرفتي تقطعيها، عرفتي تتحكمي فيها. تمام. تمام. بصي يعني حتى من خبطة ايدي على العجينة هتحسيها ناشفة كده، ناشفة. وطبعا انا بعجن في البلاستيكة بتاعت العجين بتاعتي انكسرت، بس انتوا عارفين ان الالومنيا بتاعتي بتلمع بصراحة. ف عادي خالص. عادي ان المعون يكون الومنيا وتعجني فيه، مفيش مشكلة، بس المهم يكون نضيف. تمام. هنغطي بقى العجينة. تمام. ونسيبها ترفع بقى مع نفسها شوية كده. طبعا الجو حر، هترفع معاكي على طول، هتخمر بسرعة يعني. انا بس نفسي يعني ان لما تنشفي العجينة معاكي هتتحكمي فيها اكتر، وخصوصا في العيش ده مش شرط خالص ان هو يكون طري. طبعا انا غطيت الحلة بكيس بلاستيك عندي، غسلاه وعاملاه مخصوص للعجين. تمام. وهنغطي بقى كمان اي قماشة. طبعا ده خلاص العيش خمر هو. شايفين ايدي بتغرز ازاي فيه؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. طبعا هنا هنقطعه. انا بقى كنت بصور الحتة دي والنور قاطع، فانا كنت قايده فلاش التليفون لو الاضاءة يعني مش عاجباكم. انا قطعته كور زي ما انتم شايفين كده. وطبعا انتوا عارفين ان الارياف يعني دبان وناموس، فما تزعلوش من اي حاجة تشوفوها، سامحوني. وش كده. قطعتها زي ما انتم شايفين كده، يعني كور لا هي كبيرة ولا هي صغيرة. يبقى وتبططيها زي ما انت شايفة كده. طبعا انا ببططها بالنشابة اللي في ايدي دي، وعشان اصور اللقطة دي انا طبعا بنش الدبان. هنغطي بقى ومعانا بقية العجين، هنغطي اللي احنا بططناه ده بالجلابية. تمام. ونشيله في مكان نضيف ضلمة عشان الدبان. وهنا بقى كنا خبزنا. طبعا انت عندك استطاعة تخبزي في فرن البوتاجاز، وعندك استطاعة تخبزي في الفرن الغاز بتاع العيش عادي. اما انا بالنسبة لي عشان عندي فرن بلدي، انا خبزته في الفرن البلدي. ومعرفتش اصور لكم بصراحة، لان الفرن بره، وطبعا انا مش عايزة حد يعرف حاجة عن شغلي، فمرضتش اصور بره. بس ده عادي تخبزوه في اي فرن عادي يعني. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. دي نتيجة ماشي. دي نتيجة 2 كيلو دقيق يا جماعة. وطبعا كيلو لبن وكوباية زيت. وهنعيد المقادير تاني. حتة خميرة صغيرة، يعني ما يعادل معلقة شاي خميرة. ومعاها برضو نص معلقة شاي سكر. وهنرش طبعا نص معلقة ملح كبيرة على الدقيق الأول خالص. ومعانا كوباية زيت. وهنعمل أحلى عجينة، بس العجينة تبقى ناشفة. كل ما بقت العجينة ناشفة كل ما كسبتها. اللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا يا ريت لايك وكومنت حلو كده، واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل ما هو جديد. وطبعا انا
اسمعني انت بتعملي. اهدى بس يا حبيبي. انا عاوزة اعمل زي غلبت كل فيديو. طبعا انا كومنتات اهدى بس. طبعا انا لميت العيش نايم كله، وبس. مش كله، سبت اللي هنتعشى بيه ولميت الباقي في كيس واحطه في الفريزر، يا اما احطه في التلاجة تحت الفريزر على طول.